فينكم اخواتي خواتاتي. اوه فخاني نام، جبت لكم الكواليس. انا خبيرة الكواليس. البقاء شرات ناطحة سحاب وعندي ما يفيد. اتنسيون. فخاني نام هو ما يفيد. انا جبت لكم كواليس من مجمع شنكاتستان. عطوني الخبر. الفيران اللي ساكنين لهم تحت الدرج تيجيبوا لي كواليس بكريشه من حباباس. عندي مراسي الحباس. مراسي الحباس عشيري ديال الطفولة، هو اللي مشارك مع بكريشه السيلون. كيجيب لي الحصري اللي حصرني. كيجيبوا ليا كنعطيه بكيس الكارو تيقول لي كلشي تيخوي ليا المزيوده. الناس زوينين. تحيه لصحاب الكواليس اللي محترمين راسهم، ولا تحيه لموالين الكواليس اللي ما بغاوش يجمعوا راسهم. الناس زوينين. سلام الله عليكم كاملين فيما كنتم. نتمنى تكونوا على خير وبخير. هذا الفيديو كنت غنخلص لكم فيه جوج ديال المواضيع. كنت غنهضر على المدونه ونهضر على المدوخه ديال النقل عطشانه العدمانه الحفيانه العريانه العرقانه الجيعانه. ولكن قلت لا هذا الفيديو ديال الشتف هيتف، فاللي ما تيهموش الامر الله يجازيكم بالخير بلا ما تتفرجوا. انا كيوتيوبر انا اشتف اذا انا موجود. انا دابا غنشتف في هذا الفيديو. هذا الفيديو خاص بالشتيف على من يشتف علينا. سلام الله عليكم كاملين فين ما كنتو. نتمنى تكونوا على خير وبخير. نتمنى ما تبخلوش عليا باللايكات. البارح كان فاتح رجب، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلم والاسلام، ووفقنا فيه للصيام والقيام وقراءة القرآن يا رحمن. وكذلك كان فاتح جانفي، فسنة سعيدة وان شاء الله تدخل عليكم بصحه والسلامه والبركه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. هاد السنه جات 2025 وباقيين شي وحدين. هذا باقيين هما باقي الحقد عندهم. سبحان الله العظيم. ما عرفتش من اين عام ولكن حقد قديم ومغبر واستغليتو. هذه الناقه العطشانه وما عارفين اش كدير. ماشي زعما كاينه هي قلباتهم ولا هي استغلاتهم. نو 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 نو. هما عارفينها اشنو تدير، ولكن مسلكهم انهم يستغلوا هذا الشيء باش يبردوا غدايدهم ويخرجوا داك الاحقاد وداك الخبز ديالهم. فين ما كان شي دعدوع ولا شي دعدوعه انا تنهضر بالعموم وتنفصل، واللي جات قدو شي حاجه يخرجها. اوكي. فين ما كان شي دعدوع ولا شي دعدوعه مطرطق ليه لوطار تابعنا من اللور. حنا الهديه وهما تابعيننا من اللور، تابعين جلاله بالدعادع. مالكم كي كديروا تعيشوا معاكم؟ انا بغيت غير نفهم واش ما كتصدعوكمش؟ نتوما كي عايشين معاكم مع ريوسكم ما كتصدعوكمش؟ ما كتفرعوش قبكم؟ حيت حنا صدعتونا غير بالهضره الخاويه. العام اللي جا عصابه ديروا معلقين رياضيين ولا معلقات رياضيات الله يعلقكم. لا حول ولا قوه الا بالله. العام اللي جا عصابه كاين شي عصابه قدكم ادويو يا المجرمين الالكترونيين اللي كديروا يزلق فيها تران. تاريخكم يشهد وتاريخنا يشهد. اطير وتنزلوا كل واحد بلاكتو على ظهره. واش حنا اللي كندخلوا للمواضيع وتنضربوا عامين و3 سنين في الموضوع بالفيديوهات واللايفات ونوضوا نمسحوا كل شيء؟ مسحوا المحتوى كامل. تمو جايين عصابه كاين شي عصابه قدكم ادوي. ولكن الحمد لله المتابع فايق وعايق وفهمكم وعارفكم اش كديروا. سياسه خالف تعرف. الاحقاد ديالكم على بعض القنوات وكتبغيو تعزلوا واحد القناه بالخصوص.
تبغيو ديك بانوراما تشدوها زعما تعزلوها في واحد الزاويه وتبقاو عليها هكبالك واحد شوفوا بغيتونا نكونوا عصابه مرحبا، ولكن هاد العصابه راه ما غيكونش فيها غير اصحاب قنوات، لا غيكونوا فيها متابعين، وغتكون عصابه الخير، العصابه اللي غتحاربكم هي المجرمين. بقاو تقلبوا علينا واش عباد الله. انا بعدا كقناه هكا دايره، انا هكا كنشوف في ورقتي، نتوما مازال العام اللي جا ما بغيتوش تفهموا تشوفوا في ورقتكم وتخدموا على راسكم وتعطيو رايكم وتمشيو تكمشوا. ها لا، خصكم ضروري تنقزوا على القنوات اللي معاكم في نفس المحتوى اللي مازال ما عندكمش باش تعمروا السوق. واحقادكم والغيره ديالكم فاضحاكم. او سيروا تعالجوا، سيروا داواو، سيروا كلوا انتي بانوراما، راه خرج في الفرماسيان، سيروا كلوا وتوليو لاباس. فهمتوا؟ وحنا راه في زلاق واحد مع المتابعين ديالنا، زلاق واحد يجمعنا. كاينه ولا ما كاينش الناس زوينين؟ بانوا لي في التعاليق كلنا الزلاق اييه كلنا على كلمه ديال الحق. الناس راه شافوا هاد القضيه كيفاش دازات وشنو وقع مع سعاد وشنو دارت فينا الناقه. وحده قالت لي شنو هي الناقه؟ الناقه هي مرت الجمل سعاد كانت مجوجه، ما مجوجه الجمل، كانت مجوجه كائن واحد اخر من نوع اخر. معروف شنو دارت هاد خيتي فينا، ومعروف دابا شنو كدير. الامور واضحه وباينه، راه من نهار تحكم بكريشه بالبراءه، وهاد خيتي كتقلب على كيفاش تجمع وطوي ويكون داكشي لصالحها. فشنو غادي دير؟ خاصها ضروري ما تقلب على اكباش فداء. بمن غادي تضحي؟ بالقنوات اللي داروا فيها الخير. ولكن ربي كبير، ربي كبير اوديها سعاد. راه لا دوك اللي كيمسحوا المحتوى ديالهم ولا انت يا سعاد انت اللي مسحتي، راه ما يمكنش تمسحوا الذاكره ديال المتابع. راكم كتعاملوا مع بشر ماشي مع حجر ولا مع دي كونط، راه كتعاملوا مع بشر، ناس راه كيطلعوا في مداخلات في لايفات وكيعطيو الراي ديالهم من غير التعاليق اللي تيخليوها. تحياتي لكم الناس الزوينين اللي يخطيكم علينا، والله يبارك فيكم. كتقولوا كلمه حق، الله يجازيكم بالخير. باش تجيو زعما باغيين تلفوا عباد الله وتدوخوا عباد الله، واحد الرباعه حقوده مجموعه على خزيز كتمشي هنا تفتن ولهيه تفتن وكتصاحب مع هاد القناه وديك القناه تطلع هنا وتطلع عليها وتفلسف والهضره، هذاك الشيء كله مآله واحد النهار غادي تفضحوا. باش تكونوا واضحين، راه المعقول هو اللي كيدوم. اما هاد الخزعبيلات وهاد التخربيق اللي تتخربقوا فيه، هاد الحفير الخاوي وزيد يرجع لكم. بحال دابا مثلا سعاد عيد تحفر، راه قلت لكم من نهار ديال براءه بوكريشه، من تما اكتشفنا بان مشات عند القنوات اللي شابعين فيها خبيط وخدموا بالموضوع ديالها وهلكوها عصام، مشات عندهم كتتفق معاهم على التنازل. ايوا راه من داك الوقت وهي تحفر وهي تدوي بالخايب على القنوات، واصلا هي حاقده علينا قبل من الوقيته ديال اختها سميره. وديك السيده حاقده علينا حيت وقفنا مع اختها سميره مريضه. اما اللي قلتي الاستعمار وتحررتوا من الاستعمار وقديم داك القالب، سيري كوليه حتى باش تستعمليه كقالب ما بقاش صالح. لو تحررتوا ما تحررتوا لا، حنا بغينا هادو اللي كانوا مستعمرينك يتشدوا بالحبس، بغينا لهم الغرق. يلا جبدي ما يفيد، ماشي غير كلام. اوكي، وما تتوقعيش انك غتمشي كتحفري لينا وكتطلعي في المنابر وتمشي تدوي مع هادو تدوي مع الاخرين والكواليس وحنا غنبقاو ساكتين وتصيفطي لنا ها ام نوفل، هذيك ام نوفل ما تمشيش تقابلي نوفل ادوي السخاره الرقاصه اللي كتصيفطك دابا ساعه غادا تجري في التعاليق. ما عرفناك ام نوفل، ما عرفناك الناقه في بحد ذاتها، ما عرفنا شكون انتي. هذيك صاحبه الكونط، ما تتحشموش ادويو. قطعت التسجيل ومشيت نقرا واحد التعليق خطير وصلني في الواتساب ديال هاد ام نوفل.
ها وام نوفل، مرحبا بك في عالم الشهرة والشهى والفضيحة. اهلا وسهلا. ام نوفل، فين هو نوفل؟ فين بغيت نوفل؟ ما تمشيش تقابليهم شويه هادوي؟ ها ام نوفل، ها ام نوفل اللي جايه كتخلعي فينا، خلعتيني وطيحتي فيا النقطه، طاح لي هذاك بنادم اخوتي، طاح. راه هو غادي، راه هو كيجري. بنادم اجي، والبوليس والبوبيه والبيلانس الجدرميه دخلوا معنا على الخط. شكون هاد الناس هادو اللي جايين كيهددوا فينا؟ شكون هاد ام نوفل هادي اللي جايه كتحط لينا التهديدات في التعاليق؟ شكون انت وشكون تكوني يا اختي؟ واش حنا ما نحقناش نخرجوا ندافعوا على راسنا؟ واش الناقه العدمانه الحفيانه العطشانه العرقانه الجيعانه تخرج تمرر علينا مغالطات وتحفر لينا وتبغي تصيفطنا للحباسات وما نخرجوش حنا ندافعوا على راسنا؟ منين كنا معاها وكندافعوا عليها وباغينا تاخذ حقها كنا مزيانين، كنا ويل مصداقيه. ودابا جايين كتخلعوا فينا وكتهددوا فينا. ادوي ام نوفل اللي جايه كتقولي بان الناقه عندها اوامر، ما تهضرش ما تجاوبش. اوامر يا اختي، كيفاش اوامر؟ شكون هاد صحاب الاوامر؟ انا ملي كنسمع اوامر كنحس بان القضيه فيها اكابير وفيها داكشي تيخلع. شكون اختي هاد مالي الاوامر هادو؟ مالي الاوامر. وصباح الخير، نوبتكم جايه. راه مع الناقه مش حتغمض عينيك. داك النهار كان هو عاوتاني ولينا حنا شويه حتى الصحافه بانت ليها فيها، قالت لك هما ايوا غتجي نوبتكم وتقول لكم انتوما هي جايه نوبتكم. الناقه ملي كتبغي تخرج راسها من شي مأزق كتلصق. داكشي علاش ما عندها لا حبيب لا حتى العائله ديال الدم ديالها نافرينها وهربانين منها عباد الله. والطوموبيل تا هربات ليها داك النهار نريع السنان وقلباتها بالسنونات، هربات ليها الطوموبيل فرتحات. اجي ام نوفل امولات الاوامر وقالت لك كل شيء مراقب. هم ما عارفينش ان كل شيء مراقب وكل مراقب. هاي بيغاسوس كتجسسوا علينا. كيفاش كلشي مراقب؟ قلت كلشي مسجل. وسجليني بلاتي نتبوزها لك باش تسجليني مزيان. سجليني وانا كنشتف عليك وعليها وكندافع على نفسي وبكل استماتة، وما غنسمح لك لا انت لا هي لا المخير فيكم لا الدعادع اللي كيسحاب المخهم زعما راه ما عرفش غيديروا بداك حامينها الغود فين ما كان شي دعدوع نطردق ليه لوطار. تابعنا بالتطبال. تما بقيتو يا الحاقدات والحاقدين. اسمعي مزيان، غندافعوا على نفسنا وكلمات حق غنخرجوا نقولوها وغنتصداو للكذب ديالها. ما غاديش نخليوها تنجح في سياسه اكذب حتى يصدقك الناس. غنخرجوا وغنتصداو ليها ونردوا على المغالطات ونطلعوا الادسنس. مسعيده سويعيده الناقه، غنطلعوا الادسنس. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ غنخدموا على راسنا ونردوا عليك ونبينوا حقيقتك ونزيدوا نعريو اكثر ما نتيا باينه حقيقتك للمتابعين. اي لوف يو الناس الزوينين ديالنا الحقانيين، سيروا الله يكثر خيركم، نتوما هما السند الحقيقي ديالنا والهلا يخطيكم علينا وشكرا لكم على كلمات حق اللي كتقولوها في حقنا. المهم المتابع عارف كلشي اللي متبع هذا الفيلم هذا، وحنا مطلعين الادسنس بالرد على المغالطات. فهمتي يا ام نوفل؟ ام نوفل اللي قلتي كلشي مراقب وشنو قالت؟ قالت لك كيهددوها وكلشي راه تيتسجل، خارجين تيهددوا فيها. كيفاش كنهددوا فيها؟ شنو هي كنهددوا فيها؟ نخرجوا ندافعوا على راسنا نتسماو كنهددوا فيها؟ راه هي اللي خرجت كتهددنا. شكون مشى كيجري عند الصحافه وعند الجمعيات وباغي يغرقنا؟ نوضي صباح الخير، نوضي يا ام. سيري قابلي نوفل، سيري قابلي باه راه يهرب ليك. سيري قابليه. فهمتي؟ قلت لك يهددوها. يا سلام، السيده غاده عند الصحافه وعند الجمعيات وكتعطيهم تصريحات لا تعلق مع الحقيقه، وكتقول شي كلام ثقيل وخطير في استاذه محاميه. حنا مازال قنوات بيناتنا، ولكن السيده هذيك فاطمه الزهراء شوف تيفي كتقول بان الدفاع ديال سعاد اللي دافعوا عليها في القضيه ديالها اللي حنا كاملين كنعرفوا شكون هي
اللي هما اصلا داروا داك اللقاء باش يصفيو معاه حتى هما حساباتهم، داك الصداع اللي بيناتهم، تتقول لك بان شاده 56 مليون. فمن حق الاستاذه انها طالب هاد السعاد هادي وتكون عندها واحد ردة فعل وطالبها بالدليل على هذا الكلام هذا. ملي كنخرجوا حنا نقولوا ليها راه كاين واحد ردة فعل على هذاك الفعل اللي درتي، نتسماو كنهددوها. حنا راه مازالين باغيين توعى، تنقول لها طونسيون، هادشي اللي كديري فيه راه ما صالحش، هادشي راه غير قانوني. راه ما كاينش شي استاذ كيبغي، اي استاذ محامي ولا استاذه محاميه غيبغي ان الاتعاب ديالو تناقش في السوشيال ميديا، فما بالك انها تسيء السمعه ديالها وتقول بان شدات هاد المبالغ الضخمه والمهوله في قضيه عاديه. هذا راه اساءه للسمعه ديال الاستاذه، ومن حق الاستاذه انها تكون عندها رده فعل. وحنا كنخرجوا نردوا بحكم اننا هذا الموضوع هذا عامين. انت فين كنتي يا ام نوفل هذه عامين؟ قولي لي. ما عمرني شفتها انا، ما عمرني شفتي عندي في التعاليق. فين كنتي؟ دابا عاد بنتي سبحان الله العظيم قلت لك كنهددوها غندافعوا على راسنا، فهمتي؟ والاستاذه من حقها تاخذ معها اجراءات قانونيه، لان راه ما مره ما جوج كتخرج هي وكتناقش الاتعاب ديال الاستاذه. غير داك النهار قالت لكم 42 مليون، والاستاذه جمعات وطوات معاه وانسحبت من الملف، وسبحان الله العظيم من 42 مليون ولات 56 مليون. كي دارت ليها ما عرفتش، كتبيض الاتعاب، كيبيضوا، خلاتها هي الملفات كيولدوا والفلوس حتى هما الاتعاب تيولدوا وكلشي تيولد، كلشي تيولد عندها. تحمل مسؤوليتها. منين نخرجوا حنا نقولوا ليها تحملي مسؤوليتك؟ كيفاش هذا تهديد؟ والتهديد اللي هي دارتو لينا هذه عام من نهار تحكم بكريشه بالبراءه وهي كتخرج كتهدد فينا وحنا ساكتين، والناس كيسحاب لهم راه ساكتين، راه شاده علينا شي حاجه. الا ما نسكتوش صافي، وصلت صعداتها نصعدوها معاها، ما عندناش لاش نخافوا وما فكرشناش العجينه، غنخرجوا نردوا على راسنا، حنا ضحايا ديالها. استغلاتنا مده ديال عامين باش يكون تكون الملفات ديالها كما قالت هي راي عام. استغلاتنا كقنوات وكمتابعين، استغلات الناس ماديا. مولات كلشي مراقب. سجلي لي هذا الفيديو هذا وصيفطيه ليها وصيفطيه فين ما بغيتي. راه الناس دابا كطالب بفلوسها يرجعوا ليها. الاخت خديجه تي في ماروك وصلوها تويصلات ما كاين غير 5000 درهم، وكاين اللي 1000 درهم، وكاين اللي 400، وكاين اللي 500. ومهم انا صيفطات لي غير واحد الشويكوك ديال التواصل، ومازال القاضي مصادم. لعلم الله شحال غادي يصيفطوا ديال الناس تطالب بالاموال ديالها ترجع، ومن حقكم، لان هادشي اللي دارتو سعاد الطويل سميتو النصب والاحتيال، حيت خرجات وطالبات وكاين ما يفيد طالبات الناس بالفلوس. علاش؟ قالت لهم السبب هو القضايا ديالها ياكو. قالت لهم انا ما عنديش الفلوس باش نكمل في القضايا ديالي وتغلبت، وهادشي جاني كتير. مزيان. الناس من بعد كيتفاجئوا بانها فكات الرهينه ديال دارها القديمه، وهادشي الاعترافات اللي اعترفت بهم هي. اما داكشي اللي دارتو ما معترفاش به ما نقدروش نخوضوا فيه. يقال ويشاع ان شرات الدار، يقال في طريق ما نعرفش داكشي، طريق شي لعيبه، شي طريق في مدينه فاس الغزاله، شي لعيبه ما عرفتش داك البلاصه. بزاف الناس كيتداولوا هادشي، لكن لا اؤكده. يقال ويشاع. اللي نقدر ناكد هو اللي اكدته هي، قالت لك بان فكات الرهينه وقدامنا كتورينا الدار كتعيد ليها الاصلاحات. اذا منين جابت هاد الفلوس هادو؟ منين جابتهم؟ في الوقت اللي كانت كتخرج وكتشكي بالعقر وبان ما عندهاش الفلوس باش تتابع القضايا ديالها. الناس كانوا كيعطيوها الفلوس، الناس كتعطيك الفلوس باش تمشي تاخدي حقك على هذا الاساس هذا، وعلى اساس ان انت ما عندكش الفلوس والو، فلستي وعلى الحديده وما عندك شي باش تستمري في القضايا ديالك. داكشي علاش هما عاونوك باش تاخدي حقك اللي طيبتيهم عليه بالبكا وبالنديب والشتيف والهتيف وما نعرف شنو. وبقيتي فيهم لعبتي لهم على العاطفه، وانا الام المكلومه، وانا الام المحقوره، وانا الام والناس كتعطيك باش تاخدي حقك كأم. ما عطاوكش الفلوس
وهما عارفين بان انت عندك باش تخلصي الرهينه وباش ديري الاصلاحات لدارك. اذا نصبتي على الناس، ومن حق هاد الناس هادو انهم يتابعوك، الناس الزوينين. الامور ابسط من البساطه. كاين منصه ابلاغ فيها من بين الامور اللي تقدروا تبلغوا عليها فيها النصب والاحتيال. وإلا دخلتوا قريتوا غتفهموا بان النصب والاحتيال هو واحد الانسان يخرج يطلبكم في السوشيال ميديا على الفلوس لواحد الغرض. قال لكم عطيوني الفلوس باش مثلا نتعالج، او لا عطيوني الفلوس باش نكمل القضايا ديالي في المحكمه، ومن بعد كتفاجئوا نتوما بفيديوهات كيقول لكم بانه خلص الرهينه، بانه تيدير الاصلاحات في دارو. هنا نصب عليكم. فمن حقكم غير عبر منصه ابلاغ بالنسبه للناس اللي على برا ديروا الشكايه ديالكم. من حقكم تمشيو للناس اللي في المغرب ديروا الشكايه ديالكم، واخا تكونوا عاطينها 20 درهم. الا حسيتوا راسكم تنصب عليكم سيروا ديروا الشكايه ديالكم، لان هي فعلا خرجات وطالبات المغاربه بالفلوس والمسانده الماديه في القضايا ديالها. ومن بعد كنشوفوها كتخرج في لايفات وفيديوهات كتقول انا رديت الدار، خلصت الرهينه ديالي وكنصلح في الدار ديالي. اذا هناك نصب واحتيال. سجلي يا ام نوفل وصيفطي لنوفل وبات النوفل. عندك نساي مولات كلشي مراقب. اوكي سجلي زيدي سجلي. القنوات اللي عطاو فلوسهم لهاد الناقه العطشانه العدمانه الحفيانه العريانه العرقانه الجيعانه، عطيتوهم على اي سبب؟ انكم تعاطفتوا معاها. كلشي هادشي كنعرفوه حنا، وعندكم نتوما ما يفيد. عطيتوها الفلوس على اساس ان السيده ما عندهاش الفلوس باش تستمر في القضايا ديالها باش تاخذ حقها. هذا هو الهدف السامي والنبيل اللي على اساسه عطيتو نتوما كقنوات الفلوس. ايوا كتشوفوا فيها كتخرج وكتقول لكم انا رجعت الرهينه، انا كندير الاصلاح في الدار ديالي. اذا السيده كانوا عندها الفلوس. علاش تاخذ من عندكم نتوما الفلوس وتفتخكم وتكريسيكم؟ من حقكم ديروا بها شكايه ديال النصب والاحتيال. ومن حقكم تتابعوها لانها تسيء للسمعه ديالكم، حيت مشات كتحط عليكم باطل قدو قد السخط وكتقول انا كانوا كيعطيوني فلوس باش نستمر وما نتصالح شي مع بنتي. وي القنوات اللي دعمتوها ماديا وصراحه المهم قدر الله ما شاء فعل، هما القنوات دعموا بواحد النيه، ولكن الامور كانت واضحه وباينه. ما ديك السيده ما كتستحق شيء الدعم المادي، ما محتاجاش، عندها فلوسها عندها رزقها، باش غادي نعاونوها؟ المساعده مزيان والتكافل الاجتماعي مزيان بيناتنا، اللي قد على شي حاجه يديرها، ولكن نساعد انا وحده بخيرها وبخميرها علاش؟ مشي تنبق مابغاش تاخذ الحق ديالها شغل هذاك. ايوا دابا هما الناس ردي لهم حقهم، ردي لهم رزقهم. امولات كلشي مسجل، سجلي وعطي، سجلي يلا سجلي هادشي وقولي لهم راه الناقه نصابه كدابه والناس باغيين طالبين بالحق ديالهم باغيين بفلوسهم. راه تشوفوا عباد الله، الا كنتو فعلا تضررتوا وحاسين بالضرر، راه عندكم يعني الوسائل سهله وبسيطه. تقدروا تمشيو ديروا شكايه. عندك لي بروف بانه صيفطتي لهاد السيده، انت صيفطتي على اساس ان السيده محتاجه ما عندهاش الفلوس باش تكمل في تاخذ الحق ديالها، وصيفطتي لانك تعاطفتي معها حيت هي طلبات، والسبب اللي صيفطتي ليه هو انها تستمر تاخذ حقها. من بعد تكتشفي بان السيده جالسه كتخلص في الرهينه وكتصلح في الدار، اذا ديجا عندها الفلوس ما كانتش محتاجه ليكم. علاش تخرج تطبخكم وتستغل التعاطف ديالكم معها وتكريسيكم؟ اذا منصه ابلاغ تقدروا ديروا فيها شكايه، وتقدروا تمشيو على ارض الواقع وديروا الشكايه ديالكم كمواطنين مغاربه. عندكم الحق انكم تلجؤوا للقضاء. اما الا كان ما فيكمش ولا ما باغيش تصدعوا راسكم او لا شي حاجه من هذا القبيل، ف تنظن انه واخا نهضروا حنا كقنوات راه ما غنقضيو حتى شي فايده، لان الامر بيد المتضررين. على المتضرر ان يلجا للقانون. هادشي اللي تنعرفو انا. وسميتو تنقول للناقه غتخرجي بالمغالطات. دابا راكي خدامه في الكواليس كتمري المغالطات والكذوب والسحاسح، غنخرجوا لك حنا وغنفرشوك، ودائما غنقول لك حطي ما عندك، حطي
ما عندك فضحي وفرشي بالدليل والبرهان. فهمتي؟ ماشي دواوا خواوا. اوكي، ماشي دابا منين رشقات لك على بلان واحد اخر حنا زعما غتضحي بينا وغيصحابك غنبقاو ساكتين. لا ما غاديش نسكتو ودي الزرموميه، ما غنسكتوش، غنقولوا كلمه حق. يلا سيري وجدي لي راسك وديري غولوكينغ البكريشه هو خارج قريبا. كتوجدي راسك ليه ادوي؟ كتوجدي البكريشه. عرفتي الا بقيتي مع بكريشه معنيتو ان زين المحارم ما كايناش. هذا هو المعنى الوحيد، لان لا يعقل وحده شاكه في راجلها مع بنتها وغتبقى معاه واخا تحكم المحكمه بالبراءه ديالو، لان انت كنتي كتحلفي وتعطي لقلبك هو 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 هو. اختك حلفات ليا قالت لك هو، ماجده شهدات بانه هو. المحكمه كتحكم بالادله الماديه القطعيه، منين تراجعوا الشهود زادوا كملوا على القضيه فتحكم السيد بالبراءه. فنورمالمون انتي اللي حلفتي وعطيتي لقلبك بانه هو متيقنه، راه مستحيل تبقاي معاه ولو لحظه ولو لحظه. ولكن لو فات انك لحد الان ما طلقتيش منه يعني انك نتيا ناويه ترجعي ليه. اوكي، ولا رجعتي ليه اذا ما كاينش زين المحارم، اذا نتيا شغلتي القضاء مؤسسه قداش بالخوى الخاوي بالكذب والبهتان باش تطلعي البوز، باش تولي قضيتك راي عام وتاجري بها وتاجرتي بها. طلعتي فلوس صحاح من القضيه ديالك، السوبر شاط، الحوالات، هما دابا ولاو كيوصلوا الحوالات لصحاب القنوات. هل الدخل اللي كنتي كتدخلي في قناتك 5 المليون في الشهر، شهر واحد دخلتي فيه 5 المليون، والشهور الاخرين الله اعلم شحال دخلتي فيهم. واش عباد الله القضاء ولا لعبه؟ نمشيو حنا نشغلوا المؤسسه قداش على الخوى الخاوي. الا بقيتي مع بكريشه معنيتو ما كاينش زين المحارم، ومعنيتو نتيا ضحكتي على المؤسسه القضائيه وشغلتي الولايه والبوليس وسميتو والضابطه القضائيه والمحكمه وكلشي شغلتيهم بقضايا فارغه. هذا هو المعنى الوحيد ديال انك تبقاي مع بكريشه. سيري شري ديك الحجره ديال الرجلين وحكي بها دوك البراطم ودوك الحناك باش تزياني وجدي راسك البكريشه. وعندك يسحب ليك حنا كقنوات حيت قصير غادي تضحي بينا ولا تستعملينا كبش فداء، نحن لك بالمرصاد. هاي على حنا اللي عرفنا ندافعوا على حقك. هذه مده ديال 2 سنين في السوشيال ميديا اعلاميا غنحيروا في اننا ندافعوا على راسنا ونتصداو ليك والحقيرات اللي معاك اللي طلقاهم علينا، سواء من متابعات تلفات او اصحاب قنوات. الدعاده سيروا كونوا تحشموا، سيروا القنوات كل واحد يتعلم يشوف في ورقته. سيروا بركه متنقاز، راه كاع كنعرفوا نقزوا، كنحترموكم، احترمونا واحترموا بعضياتكم. حنا زملاء عندنا نفس المحتوى. راه من العيب والعار انكم كتبداو تناقزوا على قنوات معكم في نفس المحتوى، كتجلسوا نتوما تناقشوا الموضوع عام وعامين و3 سنين وكتطلعوا ادسنس بالراي اللي نتوما اختاريتوه او اقتنعتوا به او سلككم، ومن بعد ملي كتدور الدوره كيبان لكم منين دوزوا القنوات عصابه شخانينا. سيروا تنبقوا. انا كندويشو بالعموم، انا كنفصل وانتم خرجوا اللي جاتو شي حاجه قدو شي حاجه يلبسها. فهمتوا؟ سيروا كونوا تحشموا راكم حماضيت واسلوبكم حماض وما غاديش تزيدوا قدام بحال هكا وكتزيد طيح لكم المصداقيه بهذه الطريقه هذه. منعدمي والله العظيم، انا بالنسبه لي هاد الناس منعدمين المصداقيه وما كنتبعهمش وما كنتفرجش فيهم والله. راه غير حيت البارح اللايفات اللي حضرت لهم الاخت حكيمه شو اللي كنتمنى انكم تدعموها، الاخت خديجه تيفي ماروك ما شاء الله عليها قناه كبيره، تما كاينه ناقشنا وصادا ديال الكلام تيقولوه اصحاب قنوات، وانتم باقيين في نفس العام اللي جا وانتم تهنشروا في قنوات معكم في نفس المحتوى. سيروا ارتقوا دوي في الموضوع، شوفي في وقتك،
ناقشي، حنا ما كنناقشي موضوع ديال بنتي ولا ديال راجلي ولا ديال تريكتي، موضوع خرج لينا كاملين خرجوه ماليه تناقشوه، كل واحد يكون عنده فيه راي يدافع، الا بغى يدافع يكون محايد يدبر راسو. ولكن علاش كتبداو تنقزوا على اصحاب قنوات؟ علاش؟ اذا ضارينكم، هذا هو التفسير ديالها. اما داك الفلسفه ديال لا كيف ما نتوما كتناقشوا مواضيع ديال هاد الناس حتى حنا من حقنا نناقشوكم نتوما في الاراء ديالكم ياك. ما شاء الله، نتوما تناقشوا الموضوع اللي كلنا كنناقشوه ديال عباد الله، بحال هاد القضيه ديال سعاد الزفت، تناقشوا الموضوع ديالها ياك وتطلعوا منه ادسنس، وتزيدوا تكملوا حتى حنا بينا تسدوا بينا التقابي، تناقشونا في الاراء ديالنا في الوقت اللي حنا ما تناقشوكمش في الاراء ديالكم. ايوا حتى حنا راه فينا ما نديرو بحالكم، راه فينا ما نديرو بحالكم. انا راه عندي واحد المشكل غنقول لكم الناس زوينين، راه السبب علاش ما كان نردش على هاد خوشبيش خلاتها شيماء، راه كاين شي قنوات ما تنقدرش نتفرج فيهم، كاين شي وحدين ما تنقدرش، بحال اللي كاينين بزاف الناس غيكونوا ما تيقدروش يتفرجوا فيا، اذواق ما تنقدرش نتفرج فيها مع عباد الله. اللي بلا ما ندوي سيروا كونوا تحشموا، والله الا نصيحه لوجه الله اصحاب قنوات اللي في هذا المحتوى هذا، من يجينا واحد الموضوع لا داعي تعايبوا مع قنوات معكم في نفس المحتوى بسبب موضوع، راه غيجي موضوع يجمعنا وموضوع يفرقنا. كونوا تحشموا، راه كتبانوا خايبين، كتبانوا حقودين محسادين مغيارين، هكا كتبانوا. واللي منيش على واحد القناه راه كاين شي وحدين حارقاهم حنان، نهضروا بالمعقول حارقاهم، ما فهمتش علاش. راه ما تظنوش انكم غتعزلوها بوحدها وتبغيو تطيحوها، ولا ما تظنوش هكاك. راه كيف ما كتنوضوا ليها غادي نوضوا لكم حتى حنا. ممكنش داكشي ديال شكون هضر معاك نتاي وانا دويتش عليك نتاي وديك الهضره الخاويه. حنا في زلاق واحد قلتوا علينا عصابه، ايوا حنا نديروا العصابه فيها قنوات المصداقيه ومتابعين المصداقيه وغنجمعوا كاملين كي الشريحه. في زلاق واحد تبغيو تجروا متابعه ولا صاحبه قناه من داك الزلاق نوضي لكم كاملين. في الاتحاد قوه، كاين ولا ما كاينش الناس زوينين. ايوا المهم هذا ما كانت الساعه هذه سنه سعيده حلوه فنيده مسكه وفنيده وداك الشيء الزوين. الله يدخل عليكم رجب باليمن والبركات، ويا ربي تبلغنا رمضان بالصحه والسلامه وبحال حسن من هذا الحال هذا. والله العظيم انا تنبارك لجميع القنوات، لا هادو ولا دوك ولا حتى اللي فصلت لهم في هذا الفيديو هذا. تقوا الله. خليونا نحترموكم وخليونا نوقروكم. راه الا بقيتو كتوركوا حتى حنا غنوركوا. الا وركنا عليكم نتوما راه دماله، راه مدملين نتوما راه عامرين قيح. راه الا درنا لكم غير راه فضيحه غتخرج، فضيحه. تاريخكم معروف في يوتيوب، معفن لا يشرف. ما تبقاو تجريو بقاو داكشي ديال وانه تحت مال الله ما تطلب من الناس، زعما كاينه راكم واعرين والعصابه وانه كذا من هنا من لهيه ويفجرون ويطرطقون ويقنبلون. كاين شي مفجر قدكم نتوما؟ باز لكم والله العظيم الا باز لكم. الناس زوينين. الى فيديو لاحق نخليكم في امان الله يحفظكم. اذا كنتوا ساويين اللايكات عيقتوا ديروا لي اللايكات وبارطاج، واحبكم في الله واحبوني بلا عقدي. الناس زوينين. الى فيديو لاحق نخليكم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم.